كان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية في مجال الإسكان وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال. كلام لطيف قوي. هو أي نعم بعيد عن الواقع، إنما هو كلام لطيف، وده احنا قاعدين مستنيين لغاية لما يتطبق. وعلى فكرة العشوائيات ما هياش اختراع مصري، لا، ده في أكتر من 920 مليون بني آدم في العالم عايشين في عشوائيات، وطبعا بتزيد في دول العالم الثالث. لما تيجي تبص للدول العربية هتلاقي المغرب عندها عشوائيات بيسموها مدن الصفيح، وتلاقي في الجزائر البناء القصديري، وتلاقي في العراق أحياء الحواسم، وفي اليمن وفي الأردن وفي السودان وفي الخليج وفي كل الدول العربية هتلاقي ركن عشوائي. ده غير مخيمات الفارين من الحروب والإرهاب. طيب، حضرتك اشرح لنا ازاي حياتك عشوائية. هي عشوائية عشان المياه، مياه الشرب. شغالين على طرمبات، كانت اساسا ما فيش طرنشات، بتيجي برضو الصرف الصحي بيخلط عليها وتاخد مياه عصير. عصير برضو 50%. مهتمين بينا يعني. الحمد لله. شكرا. حضرتك عندك تخطيط لمستقبلك ولا زي ما تيجي؟ تخطيط للمستقبل، حتى لو فكرت ان انا اخطط عارف انها هتبقى زي ما تيجي. ليه؟ مفيش انت بداها من اولها متشائم. لا مش فكرة. يعني انت من صغرك وعمال تكبر 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 وبتحقق خطوات. انت خريج ولا لسه بتدرس؟ خارج فنون جميلة. اكيد كنت بتحلم. أكيد. صدم حلمك؟ ده اتسرب من قبل ما يبتدي. العيب فيك ولا في مين؟ في المنظومة كلها، في كل جزئية او كل حد بيقع على كاهله عيب. لازم في يعني انت ما اتخذتش قرارات عشوائية في حياتك فحسيت انك انت دمرت لك حاجات او دمرت لك خطوات؟ اكيد في بعض القرارات خدتها، والقرار الاولاني اللي خدته ان احط جزء كبير جدا على المجتمع وان يبقى عندي امل. حضرتك امتى بدأت العشوائية في حياتنا؟ والله انا من ساعه لما اتولدت انا شايف ان في عشوائيه. لا حول ولا قوة الا بالله. ده من ساعة ما اتولدت ومفيش تحسن لحد دلوقتي. ممكن اعرف مواليد كام؟ 62. 62 ابني. ايه اهم حاجة بتربيها في اولادك عشان ما يبقوش عشوائيين او يفكروا بعشوائية؟ ايه النصيحة؟ هو انا البدايه ان انا لازم اعلمهم كويس عشان التعليم برضه هو هيفيدهم. التعليم طبعا ده اهم حاجه انهم يحافظوا على طريقتهم في الحياه مع معاملتهم مع الناس. دي بدايتها. هل احنا من جوه مرتبين ومن بره عشوائيين؟ والله يعني احنا نحاول نظهر ساعات صورة تكون عكس اللي جوانا. يعني ممكن الإنسان يكون مرتب جدا في حياته، ولكن يعني يمل هذا النمط من الحياة، فيحاول يجرب الفوضى، يحاول يجرب الفوضى. نعم ممكن ينقلب على الذات. يعني إنسان. حضرتك منين؟ أنا من الكويت طال عمرك. من الكويت. أهلا وسهلا. حياك الله يسلمك. عندكم عشوائيات؟ أتوقع في كل دول العالم مثل ما قلت حضرتك في عشوائيات، في منها في الكويت، في منها في المملكة العربية السعودية أيضا، اللي هم يعتبرون يعني في المناطق الخارجية، اللي عايشين في المناطق الخارجية أو من هم استوطنوا. طب هل الكويت حاولت تعمل حلول جذرية لمسألة العشوائيات؟ المشكلة أن ما لهم إحصائية، يعني ممكن تلاقيهم. دي مشكلتنا في المنطقة العربية كلها. والله الإحصائية، أنا بقول 15 مليون ده رقم
ما اقدرش اجزم بيه، ممكن يبقوا اكتر. نعم، وقاعدة البيانات ما هي ثابتة، يعني عند مزبوط. الحكومة غير، وعند المنظمة الدول الموجودة غير، وكل مكان تختلف. بس يعني نأمل أن هذه الظاهرة يعني تنتهي، على الأقل عندنا احنا نتكلم في دولة الكويت، نأمل من الله إن شاء الله تنتهي. انا اعتبرها، ويمكن اطلقت ده كتير، انها سبة في جبيننا. لا نستطيع ان نتحمل ان يكون اهلنا في المنطقة العربية يعانوا خارج الحياة. نريد ان نردهم الى الحياة فعلا. نعم بإذن الله. ايه الانطباعات اللي تخليك تقول على اي بلد انها عشوائية؟ وارجو ان اسئلتي لا تخص الاماكن العشوائية، من اول الفكر والتخطيط والتنظيم والاسر، كل حاجة في كل المجالات. تصرفات الشعوب. تصرفات الشعوب. يعني انت لو رحت بلد معينة ونزلت من المطار، من اول ما تنزل المطار بتقدر تعمل انطباع. انا بالنسبه لي يعني عراقي. اهلا وسهلا. وأعتقد